السلام عليكم، أهلا بكم في بلدنا بالمصري. الأول أنا عايز أعتذر لكم عن احتباس في الصوت. وتعرفين الصحفي لما يحصل له احتباس في الصوت يعني بيبقى المسألة معاناة حقيقية ومزدوجة، لكن ربنا ما يحبس لنا صوت ولا قلم ولا كتاب. النهاردة بمناسبة الكتاب بقى أنا بستضيف واحد من أقرب الناس إلى قلبي، وهو الروائي الكبير العالمي دكتور علاء الأسواني. أهلا بك يا دكتور. اهلا يا استاذ ابراهيم. اهلا بعتز جدا بلقائك وانا كمان بعتز وسعيد بيه بحضرتك للغاية. جدا. ربنا يخليك. وبقول للمشاهدين ان دي مشاعر حقيقية مش حقيقيه ترحيب متبادله، بضيف. لا متبادله والله جدا. دكتور علاء، احدث كتبك تحمل عنوان لماذا لا يثور المصريون. انا عايز اسالك، وهل المفروض ان يثور المصريون؟ طبعا. ليه؟ لان الظروف اللي موجوده في مصر تعمل 10 ثورات مش ثوره واحده. يعني احنا ما بنتكلمش على قطاعات من الناس حياتها صعبه، احنا بنتكلم على قطاعات من المصريين حياتهم مستحيله. وبالتالي في ظل هذا الظلم وهذا القمع كان لابد انه ان يثور المصريون. الثوره هنا مش بمعنى التدميري، الثوره هنا بمعنى الاحتجاج المستمر على الاوضاع الى ان تتحسن او الى ان يحدث العدل. وشغلني السؤال ده يعني فترات طويله، لماذا لا يثور المصريون فعلا؟ هم المصريون كانوا ثاروا يا دكتور علاء؟ طبعا. الحقيقه ثاروا فعلا. ثاروا طبعا. يعني برضو انا ده قادني هذا السؤال لان انا اقرا تاني تاريخ مصر الحديث. لا، المصريون ثاروا سنه 19 وسنه 46 كانت في حاله ثوره دائمه مصر ايام الاحتلال البريطاني. يمكن عشان ايام الاحتلال البريطاني طيب في مواجهه عدو محتل يعني. طبعا دي مشكله فيها العالم العربي كله اللي حضرتك بتقوله، اللي هو الاستبداد الداخلي. يعني الاستبداد بديلا عن الاحتلال. يعني فكره ان الاحتلال الغربي زي ما بيحدث في العراق دلوقتي ما تطمنش الا لما يخرج ويحط مكانه الاحتلال الداخلي. بالظبط. بيستثير هو بيستثير مقاومه اسهل من احتلال، لانه الاستبداد احتلال في جوهره. الاستبداد احتلال، انما احتلال داخلي، احتلال من ناس منك. وده بياخد صعوبه اكتر انه يبلور رد الفعل عن الاحتلال الغربي او الاحتلال الاجنبي. كويس. يعني احنا مصر كل الاستشهادات التي يلجأ اليها دكتور علاء الأسواني ومن يرى رأيه في ان المصريين يجب ان يثوروا يعني يرجعون لنا الى سنه 46. وبالمناسبه رايي ان سنه 46 ما تقلش اهميه عن سنه 19 بالظبط. انما وسنه 35 برضه حتى حاجه مهمه جدا في تاريخنا، لكن كلها ثورات امام محتل واضح اسمه الاحتلال الانجليزي. قوى وطنيه مختلفه ومتعدده ويعني ومتنوعه جدا، لكن كلها عايزه هدف واحد وهو جلاء الانجليز. تاهت الصوره ولم تعد كذلك الان. ما فيش محتل اجنبي، وبالعكس يعني في محتل داخلي يتم التعامل معاه على اعتبار انه قضاء وقدر، مش باعتبار انه نستطيع ان نغيره وتنزعه من على مقعده. في عناصر كتيره بقى، يعني بالاضافه لانه الاحتلال الداخلي مقاومته اصعب او بلوره الوعي ضده اصعب. في اخر 20 او 30 سنه كمان احنا جالنا يعني عامل اضافي يمنع الثوره او يمنع الاحتجاج، وهو نوع معين من فهم الدين. يعني هي الافكار السلفيه المتطرفه او الوهابيه التي كما تعلم حضرتك جيدا التي تفرض طاعه الحاكم المسلم. لابد ان تطيع الحاكم المسلم حتى ولو فسق، وحتى ولو زنى، وحتى ولو سرق مالك، وحتى ولو جلد ظهرك. يعني حتى يعني الشيخ ابن باز سالوه قال طيب نطيعه ليه؟ قال لك طالما يؤدي الفرائض. طبعا كل المستبدين العرب يؤدون الفرائض امام الكاميرات. طبعا وممكن جدا ورا الكاميرات كمان. وورا الكاميرات عادي مفيش حاجه. حاجات على 4 ركعات يعني. بالظبط. فقالوا للشيخ ابن باز طيب نفترض ان واحد طلع وقال يا اخوانا معلش انا ما بقتش مسلم، انا طلعت بره مله الاسلام. اظن بقى كده الشرط الناس تصور عليه. قال لا، برضه لابد ان تقيس الثوره الخروج عليه. اذا كنت واثقا ان الخروج عليه سيؤدي الى تغييره يبقى تخرج عليه. اذا عندك اي شك في انه الخروج عليه لن يؤدي الى تغييره يبقى تلزم الطاعه حتى يغيره الله.
فانت بقى عندك مشكله كمان، ان بقى عندك نوع من الوعي المشوه بالدين يؤدي لايه؟ يؤدي الى تطلع الدين بالظبط. يعني يؤدي الى غير كده يؤدي الى انك انت فصل الحقوق السياسيه محذوف من هذا الكتاب. يعني مفيش حقوق سياسيه. بس مفهوم ده يا دكتور علاء، يعني اللي بيقولوا ده ابن باز، الراحل ابن باز يعني، ومن يعني ينتحي نفسه نحوه في السعوديه دلوقتي، مفهوم ان ده عشان الاسره المالكه السعوديه، عشان ده عروش الخليج والقائمه على القبائل وعلى السلاطين، ومفهوم جدا من الفقه الاسلامي القديم من ايام العصر الاموي، وعظ السلاطين اللي بيقولوا ده لشعوبهم ولجماهير الامه علشان تستكين وتهدأ وتطيع الحاكم. انما لما بننتقل لمجتمع زي المجتمع المصري، هل الدين بالمفهوم السعودي ده اللي هو اللي بيحول دون مش هو اللي يخرج بيحول، ويقول ويقف ويرد؟ اولا رأي حضرتك صحيح، ولكن هذه التفرقة واضحة بالنسبة لحضرتك او بالنسبة لي او بالنسبة لمجموعة من المثقفين، انما في واقع الامر للأسف ان الطبعة الدينية او الفهم الديني الذي يقدم حتى في قنوات الدينية اللي موجودة دلوقتي هو هذا الفهم. يعني أنت تجد أن في مشايخ كبيرة جدا بتقول لك أن التظاهر غلط وهو ضد الشرع، والاحتجاجات غلط، وأن أنت لست في المطلوب بس ده مش محتاج يبقى وهابي يا فندم. يعني أيام عبد الناصر مشايخة تقول كده برضه، والشيوخ يطلعوا ينتصروا للاشتراكية عشان عبد الناصر. يعني ده طبيعة الدين السلطوي أو وعظ السلاطين أيا كان قيمتهم حتى العلمية. يعني ممكن يبقى فيه وعظ سلطان عظيم جدا علما يعني بس بيوظفوا، وعظ سلطان رديء جدا وجاهل علميا بس بيوظفوا برضه. هنا في عاملين بقى. في عامل اللي هو اموال النفط، ودي لعبت دور مهم جدا جدا، لانه اموال طائله تنفق في الدعايه لمثل هذه الافكار. وثانيا انه في اخر ربع قرن على الاقل ربع المصريين ذهبوا الى هناك وعادوا محملين بهذه الافكار. هنا في جزء نفسي كمان، ان انت تفارق البلد الذي فشلت فيه كمصري، والذي فشلت فيه في انك تقيم اسره، وتذهب الى بلد اخر. البلد ده لابد انت نفسيا سوف تتبنى هذه الثقافه، لان هذه المعادله هي اللي جعلتك تستطيع ان انت تنفق على اسرتك وترجع بفلوس وتبني وبالتالي كمان التأثير بتاع المصريين. يعني في احياء كاملة كما تعلم حضرتك في مصر كلها جاية من الخليج. يعني طبعا الاحصائيات كما تعلم في مصر يعني نادرا ما يكون ممكن الاعتماد عليه. صحيح. انما انا قريت انه ربع المصريين في الربع القرن ده على الاقل ذهبوا الى هناك. في كمان حاجة، انه الانظمة الاستبدادية في العالم العربي ايضا تشجع هذا الفكر، لانه هو يعلم تماما انه في النهايه سيصب هذا الفكر لصالحه. ومن هنا تفهم او الواحد يفهم يعني حاجات في مصر مدهشه جدا، ان اجهزه الامن تشجع التيار السلفي وتضرب الاخوان، مع انه الاثنين تيار ديني، لانه يعلم وسلفي بالمناسبه بالظبط، والاثنين سلفيين بالمعنى الصحيح للمصطلح، بالمعنى العوده للاصول بالظبط. انما هو يضرب الاخوان بشده جدا ويتيح الفرصه للسلفيين، لانه يعلم السلفيين والصوفيين الحقيقه، لانه يعلم ان دول ما منهمش خطر. فهنرجع تاني نجد انه برضو حتى لا نظلم المصريين، هم المصريين مش متسابين لوحدهم، يعني هم عليهم عوامل ضغط كثيرة جدا تمنع الاحتجاج. يعني مش هم مثلا اميل للاذعان او اميل للخضوع بالطبيعة، ده نمرة